السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال يا رب ان شاء الله باذن الله. فيديو النهارده ان شاء الله فيديو الميزانية اليومية ل 100 جنيه. هنعمل ميزانية يومية ب 100 جنيه للناس اللي هم ارزقية، ما بيقبضوش بالشهر. في ناس بتقبض بالشهر وناس يعني يومية بتقبض باليوم. هم ارزقية بيقبضوا يومي. فلو واحدة مثلا بتاخد 100 جنيه في اليوم علشان تجيب فطار وغدا وعشاء، ان شاء الله هنظبط لها ميزانيه حلوه قوي. عايزه اقول لكم قعدت كتير قوي عشان اظبط الميزانيه دي، عشان اخلي كمان فيها فاكهه واخليك كمان توفري. يعني اللي بتاخد 100 جنيه هتوفر وهتجيب فاكهه لاولادها، وفي نفس الوقت هتاكلهم لحمه وفراخ. يعني هتاكلوا لحمه وفراخ وفاكهه وهتوفروا كل ده من ال 100 جنيه اللي بتاخديها في اليوم. يلا بقى صحصحي لي دماغك كده اهوت، ورقه وقلم بقى واكتبوا ورايا ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم بجد اخذت وقت كبير قوي، بس ان شاء الله ايه تفكوا باذن الله وتكون سبب انها ايه يعني تعمر بيوت كده شويه، يعني عشان الناس بس الايام دي مزنقه معاها وكده، فبيبقى في مشاكل بسبب الفلوس والماديات والاكل والشرب والكلام ده. فان شاء الله دي تكون سبب باذن الله ان هي ايه تعمر بيوت، ان هي تخلي ست البيت مرتاحه، بتجيب حاجتها باريحيه كده، هو ما تبقاش مضغوطه سواء نفسيا او ماديا او عصبيا. فان شاء الله هتاكل ولادها وهتخليهم يحلوا، وهي كمان هتحوش. الميزانيه دي انا عاملاها لاربع افراد، وان شاء الله تظبط معاكم باذن الله. يلا بقى ورقه وقلم ونبدا نشوف هنجيب ايه ب 100 جنيه كل يوم. هنتغدى ونفطر ونتعشى ايه بال 100 جنيه، وكمان هنجيب فاكهه وكمان هنوفر. يلا بقى نشوف هنجيب ايه بال 100 جنيه بتاعتنا ديت. اهي 100 جنيه ان شاء الله هنجيبوا بقى حاجات زي الفل باذن الله. يلا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا ستي، احنا هنبدا الاسبوع بتاعنا من اول يوم السبت. اليوم الاول هنعمل ايه؟ شويه كشري اسكندراني كده حلوين. اللي هو الرز بالعدس الاصفر. هتجيبي نص كيلو رز ب 15 جنيه، وهتجيبي ربع كيلو عدس اصفر ب 15 جنيه. تمام كده. وهتجيبي كيلو ونص بتنجان رومي ب10 جنيه، وهتجيبي كيلو بطاطس ب 12 جنيه. الحاجات دي يا حبايبي بتبقى موجوده اخر النهار، يعني لو الاسعار دي مثلا ممكن تلاقيها عندك اغلى، ممكن تلاقيها عندك ارخص. فدي انا جايبه لكم الاسعار بتاعه السوق اللي عندنا، اللي هو اسعاره اصلا غاليه، يعني ما بيبقاش رخيص. دي اسعار السوق اللي بتبقى غاليه. فالبطاطس بيبقى فيه منها نوعين. نوع اللي هو الكبير بيبقى مثلا ايه ب 15 16 جنيه، والنوع اللي هو الاصغر بيبقى ب 12 جنيه ولا ب 13 جنيه. يعني على حسب فرق السعر ده ممكن يبقى عندك انت اقل كمان. فانا جايبه لكم الاسعار اللي هي كمان عندنا ايه، يعني لما بسال بره بعرف ان هي عندنا ايه احنا اغلى. تمام كده. وهتجيبي ب3 جنيه جرجير، يبقى كده اجمالي الغدا عامل 55 جنيه. الرز والعدس والبتنجان الرومي والبطاطس والجرجير كلهم، يعني هتجيب 3 جنيه جرجير، يبقى كده اجمالي 55 جنيه ده للغدا. طب احنا كده ما لا اتكلمنا على الفطار ولا اتكلمنا على العشاء. الفطار يا ست الكل هتجيبي ايه؟ هتجيبي علبه جبنه ب 30 جنيه، اللي هي النص كيلو دي. وهتعملي بقى ايه؟ وهتجيبي كيلو خيار، وهتجيبي كيلو خيار ب10 جنيه، يبقى كده ايه 40 جنيه. علبة الجبنة والخيار تخليهم للفطار والعشاء. تعملي سندوتشات للولاد للفطار وللعشاء، يبقى حاجة خفيفة كده اهوت، وفي نفس الوقت تبقى جميلة جدا. سندوتشات الجبنة مع الخيار عايزة اقول لكم بتبقى تحفة جدا. انا عن نفسي بحب اصلا اتعشاها من غير اي حاجة، يعني بحبها كده. اتعشى بقى بتبقى خفيفة وسهلة. فالجبنة والخيار هيبقوا عاملين 40 جنيه، زائد ال55 اللي فوق بتوع الغدا هيبقوا كلهم اجمالي 95 جنيه. يعني انت اليوم بتاعك هنا هيقف ب 95 جنيه. تمام كده، يومك واقف ب 95 جنيه. هنيجي تحت، عايزه اقول لكم ان الكشري الاصفر في ناس بتعمله ببصل وناس ما بتعملوش ببصل، فانا مش حاطه لك هنا البصل على اساس ان انت لو هتعمليه من غير بصل. والبطاطس هنا اهميتها ايه؟ ان انت تحمري بطاطس جنب البتنجان. جنب البتنجان هتخلي لي بتنجان من البتنجان الرومي دوت، وهتعملي كشري اصفر وهتحمري كام بطاطسايه، وهتبقى عندك كام بطاطس هنشيلها لبعد كده. ولما تيجي تجيبي البتنجان ما تجيبيش البتنجان العروس، هات البتنجان الرومي علشان هينفع معاكي في وصفات تانية. ممكن مثلا جنب الجبنه تروحي واخده بتنجانتين كده رومي حلوين، وتروحي شويهم وتعملي للولاد سندوتشات بابا غنوج، بتبقى مفيده جدا كلها حديد. او تعملها لهم في الفطار او في العشاء. فكده عندك البتنجان الرومي دوت استخدمتيه استخدامين. واحد هتقلي منه للغدا جنب الكشري الاصفر عشان يبقى حلو قوي مع الكشري الاصفر. وبقيه البتنجان هتعملي ايه؟ بتنجان بابا غنوج، وتاكلي الولاد فطار وعشاء. ولو اتبقى حطيه في التلاجة هينفعك الايام اللي بعد كده. طيب اتكلمنا على اول يوم. تاني يوم بقى
انا هحاول اجري شويه بسرعه عشان ايه الفيديو ما يطولش منكم. تاني يوم هنعمل مسقعه، شويه مسقعه كده حلوين بالفلفل كده والبتنجان الرومي وشويه بطاطس. طبعا احنا بقى عندنا بطاطس من اليوم اللي قبله عشان كنا جايبين كيلو، فبقى عندنا بطاطس. هنجيب بس كيلو بتنجان رومي، كيلو ونص بتنجان رومي ب 10 جنيه، عشان كيلو بستة ونص. وهنجيب نص كيلو فلفل رومي ب5 جنيه، والله ب5 جنيه، انا جايبه الكيلو ب10 جنيه، فممكن كمان تلاقوا اقل من كده. وهتجيبي كده كده عندنا باقي بطاطس من اليوم الاولاني. هتجيبي ب5 جنيه طماطم، كيلو طماطم ب5 جنيه، وهو والله طماطم ب5 جنيه، احلى طماطم في السوق، الكيلو ونص ب10 جنيه. دي احلى طماطم خالص، وفي ب5 جنيه حلوه قوي. فكده اصبح اليوم دوت الغدا كده بيتكلف معاكي 20 جنيه. طيب هنعمل ايه بقى كده؟ الغدا ب20 جنيه. هنيجي بقى للفطار والعشاء. طب احنا كده ولا عندنا فطار ولا عندنا عشاء؟ هنجيب نص كيلو فول مدشوش اللي هو بتاع الطعميه. ونبدا ان احنا ايه نعمل. وهنجيب له بقى خضره وكده، انا حاسبه لكم الحساب هنا، هقول لكم عليه اجمالي. هنجيب الفول المدشوش نص كيلو، وهنعمله طعميه ونحطه في اكياس في الفريزر، ونطلعه ونعمل منه سندوتشات للولاد. ونقطع جنبه طماطميتين كده من الطماطم اللي عندنا اللي احنا مشتريينها، ونقطع عليه طماطميتين كده او حتتين بتنجان مخلل من اللي احنا مخللينه من اليوم اللي قبله. وهيبقى سندوتشات عسل اول للفطار. طب ممكن للفطار وممكن للعشاء. طيب وممكن عندك ايه تاني ممكن تعمليه؟ ممكن تجيبي نص كيلو بليله. بكام؟ ب 15 جنيه. نص كيلو اللي هو القمح بتاع البليله ب 15 جنيه، ونص كيلو لبن ب 15 جنيه، كده 30 جنيه. يبقى اجمالي الفطار، اجمالي كله 50 جنيه، تمام كده. فطار والعشاء عاملين 50 جنيه. هتجيبي نص فول مدشوش ب 15، ونص كيلو لبن عشان البليله ب 15 يبقى كده 30، ونص بليله ب 15 كده 45. وال5 جنيه هتجيبي بيها خضره للطعميه، وتجيبي ملح، كيس ملح وخضره مشكله للطعميه. يبقى كده الغدا عامل 20 جنيه، والفطار والعشاء عامل تقريبا 50 جنيه. يعني كله عامل معاكي 70 جنيه، فطار غدا عشاء عامل معاكي 70 جنيه. اتبقى عندنا هنا كام؟ اتبقى عندنا هنا 30 جنيه. هنا بتبقى عندنا 30 جنيه. هنروح على اليوم اللي بعده، اليوم الثالث اللي هو يوم الاثنين. هتعملي ايه؟ هتجيبي كيلو اجنحه. حلوه جدا الاجنحه، والله كنت عاملاها قبل كده فيديو معاكم في صينيه بطاطس، كانت تحفه، كانت وهميه. لو حابين ابقى احط لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع صينيه البطاطس بالاجنحه، عاملاها بطريقه مختلفه خالص. كيلو اجنحه ب 70 جنيه. وكيلو بطاطس عشان نعمل صينيه بطاطس حلوه كده محترمه ب 12 جنيه. وكيلو طماطم ب5 جنيه. ونص كيلو رز ب 15 جنيه، وب5 جنيه شعريه. يبقى كده هنا كام؟ هنا عامل 107. الغدا هنا بتاعنا عشان عاملين صينيه بطاطس بالاجنحه وجبنه رز وجبنه شعريه وجبنه طماطم، فيعتبر جبنا كل الغدا من بره، فعامل معانا 107. وطبعا احنا متبقى عندنا من الايام اللي فاتت فطار وعشاء اللي هو البليله، ومتبقى عندنا بابا غنوج، ومتبقى عندنا طعميه. يعني عندك كذا حاجه ممكن تستخدمها للفطار والعشاء، فكده اصبح يومك هنا واخده 107. ال7 جنيه دول طبعا من اليوم اللي قبله، احنا قلنا من اليوم اللي قبله باقي 30 جنيه، فلما حطيناهم على 100 بقوا 130، فاحنا استخدمنا منهم 107. هيتبقى معايا 23 جنيه بعد ما اليوم ما خلص. ال 23 دول هاخدهم على اليوم الرابع اللي هو يوم الثلاث، هيبقى معايا 123 جنيه. هبدأ اليوم الرابع ب 123 جنيه. طيب هنعمل ايه في اليوم الرابع ده؟ اليوم ده هنعمل ايه؟ هنجيب نص كيلو فول وندمسه. نص كيلو فول ب 20 جنيه، وممكن يبقى اقل من كده. هتجيبي نص كيلو فول تدمسيه، وهتجيبي كيلو طماطم ب5 جنيه، وكيلو بطاطس ب12 جنيه، وهتجيبي 3 بيضات ب15 جنيه، كده 57 جنيه. وهتجيبي 3 جنيه جرجير عشان الاكله تبقى كده حلوه، يبقى كله عامل 60 جنيه. يبقى الغدا هنا عامل 60 جنيه. ممكن تعملي البطاطس دي ممكن تعمليها محمره، ممكن تعمليها سلطه بطاطس مهروسه، كنت عاملاها معاكم قبل كده، كنت عامله الفيديو ده اصلا، كنت عاملاه غدا عندي اساسا ومصوراه. هبقى احط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، او في اول تعليق مثبت. الاكلات بتاعه التوفير اللي انا كاتباها لكم هنا دي هبقى احطها لكم في اول تعليق مثبت، كنت عاملاها بطريقه حلوه قوي. هتشوفوا الوصفات دي عاملاها بطريقه حلوه جدا. البيض ده ممكن تعمليه بيض بقوطه، ممكن تعمليه بيض مسلوق، يعني على حسب ما انت حابه. الفوله تعمليه فول بقوطه. البطاطس زي ما قلت لكم الوصفه. وب3 جنيه جرجير خضره كده لزوم الاكله يعني. وطبعا متبقى عندك بتنجان من قبل كده، فهتحطيه جنب الاكله. ولو متبقى عندك شويه مسقعه حطيهم جنب الاكله، تبقى اكله زي العسل، والله هتبقى زي السكر. طيب هنا اليوم استخدمنا 60 جنيه. وبرده عندنا اكل متبقي من البليله، لان البليله ما شاء الله ما بتعملي نص كيلو بيرمي معاكي، بيقعد شويه حلوين. وبرده الطعميه لما بتعملي نص كيلو بتحطيها كاس في الفريزر برده بيقعد معاكي.
فممكن تاكلي من الحاجات ديت، وممكن تاكلي من الغدا اللي انت عملتيه اللي هو الفول بقوطه والبطاطس، دي كلها تعتبر حاجات ممكن تتعشي منها وممكن تتغدي منها، يعني تنفع لاي وجبه، ممكن تنفع فطار غدا عشاء، هي ماشيه معاكي اي حاجه. فمتبقي معاكي 40 جنيه. هندخل على اليوم الخامس اللي هو اليوم الاربع. اليوم الخامس ده هيبقى عندنا يومين، اليوم الخامس والسادس هيبقوا مع بعض، اللي هو الخميس اللي هو الاربع والخميس هيبقوا يومين مع بعض، لان هنعمل طاجن مكرونه بالبشاميل هيبقى تحفه، هيقعد معاكي يومين. عايزه اقول لكم والله لما بعمل مكرونه بشاميل بتقعد معايا يومين، بتبقى زي العسل والله، ما بيجراش اي حاجه، وتبقى طعمها حلو قوي. فبدأنا يومنا كان متبقى 40 جنيه، من اليوم اللي قبله هنحطها على ال 100 جنيه بتاعتنا، يبقى معانا 140 جنيه، بادئين يوم الاربع ب 140 جنيه. طب هنعمل صينيه بشاميل يا رب ب 140 جنيه؟ اه يا حبيبتي هتعملي صينيه بشاميل. بصي هتجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه بكام؟ ب 75 جنيه. في اماكن كمان بتبيع اللحمه ب 280 جنيه. انا حاطه لك هنا على اساس 75 جنيه، يعني الكيلو 300 جنيه. فانت هتجيبي ربع لحمه مفرومه، ممكن تبقى لحمه جملي، لحمه جاموسي، اللي انت حباها بقى، لحمه كندوز اللي انت حباه. ربع كيلو لحمه مفرومه ب 75 جنيه. وهتجيبي كيلو مكرونه ب 28 جنيه، انا جايباها والله ب 28 جنيه. وهتجيبي كيلو لبن بكام؟ ب 30 جنيه. وهتجيبي ب5 جنيه دقيق من عند الراجل، وهتجيبي 5 جنيه بصل. هتعملي ايه؟ الربع كيلو لحمه مفرومه ده عايزينه يبقى كيلو لحمه مفرومه، هتعملي ايه؟ هتحطي نص كيلو البصل اللي انت جايباه او اقل، يعني او اقل بصلايه كده اهوت. وتعملي ايه؟ عصاك كده حلو كده محترم، ولو عندك جزرتين كده في التلاجة طلعيهم وحطيهم، او لو عندك اي حاجه كده في التلاجة تنفع تحط على العصاج، قرنين فلفل من اللي احنا جايبينه قبل كده، طلعيهم برده قطعيهم وحطهم على العصاج. على فكره العصاج بتاع اللحمه كل ما بتكتري له البصل كل ما بيبقى زي السكر، بتبقى حاجه كده وهميه. فانتي حطي اللحمه المفرومه، اعملي بدل ما يبقى ربع كيلو هيبقى نص كيلو، وتعملي بيه كيلو الا ربع مكرونه، كيلو مكرونه. هتعملي طاجن حلو كده اهو تقضيكي يومين اربع وخميس. وممكن تستبدلي المكرونه تعمليها طاجن كوسه بالبشاميل، ونفس المكونات هي بس هتغيري المكرونه بالكوسه. والكوسه طبعا ارخص، الكوسه ب 6 جنيه وب 7 جنيه، واحلى كوسه ب 10 جنيه. فهتعملي طاجن هيقعد معاكي اربع وخميس. هيجي عندك يوم الخميس هتوفري بقى ال 100 جنيه بتاعت يوم الخميس دي، هتبقى دي اللي متوفره معاكي. هتعملي بيها ايه بقى؟ هتجيبي فاكهه لاولادك، طبعا هم طول الاسبوع ما كانوش فاكهه، فيوم الخميس ده بيبقى ايه؟ يوم السهره، الناس كلها بتسهر مع بعضها، بيبقى يوم كده للتسالي كده والسهره. فهتجيبي لاولادك مثلا كيلو موز مثلا ب 17 جنيه. هتجيبي كيلو مثلا كيلو ونص فراوله ب 20 جنيه. وتعملي لهم مثلا فروت سلطات، تعصري مثلا شويه فراوله، والباقي يعني تعملي عصير فراوله، وتبقى مقطعه جواه مثلا فراوله وموز، يبقى كوكتيل. او تعمله لهم مثلا فروت سلطات، اللي هو تقطعي كل الفاكهه مع بعضيها وكل واحد ياخد له طبق فاكهه، يبقى حلو قوي. وممكن تعمل لهم صينيه كيكه، ما انت معاكي بقى ال 100 جنيه بتاعت اليوم ده متوفره، ما عملتيش بيها حاجه. هتجيبي منها، واللي هيتبقى من ال 100 جنيه عايزه تحوشيه حوشيه، عايزه ان انت تسيبيه لليوم اللي بعده، تبداي بيه اليوم اللي بعده على ال 100 جنيه الجديده، وتجيبي حاجه حلوه لاولادك، يعني اكله حلوه براحتك. فكده اصبح عندك الميزانيه بتاعت الاسبوع كله اهي، ووفرتي كمان منها، وجبتي لاولادك فاكهه وغذيتيهم واكلتيهم لحمه وفراخ، ما حرمتهمش من اي حاجه خالص. فكده الميزانيه هي معاكوا زي الفل. بس يا ريت تكتبوها بقى، يعني امسكي كده يوم يوم واكتبيه، وانت بقى شغلي دماغك برده وشوفي افكار، وشوفي ال 100 جنيه دي ممكن تعملي بيها ايه. يعني بصي ال 100 جنيه ما شاء الله ديت عملنا بيها وصفات، اللهم بارك. ربنا يبارك لكم يا رب في رزقكم وفي اكلكم وفي ولادكم وفي بيتكم بصفه عامه. عملنا بيها اكلات، وعملنا بيها لحمه وفراخ، ما شاء الله كنا لحمه وفراخ، ووفرنا وجبنا فواكه كمان، وفرحنا الاولاد وصرنا معاهم سهره الخميس. فيا رب ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بتاع الميزانيه اليوميه اللي هي ام 100 جنيه. ولو محتاجين اي ميزانيات تاني قولوا لي، وان شاء الله اعملها لكم باذن الله. بس ده كان الفيديو بتاعي، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله تستفيدوا منه باذن الله. بس لو عجبكم بقى ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه حبايب قلبي.